السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ضمن اخر عرض اخباري لنهار اليوم مباشره من القناه الثانيه. حادثة سير مؤلمة هذا الصباح على الطريق السيار بين مراكش وغدير أتت على حياة 10 أشخاص وجرح آخرين، بينهم مصاب قام اليوم جلالة الملك محمد السادس بزيارته بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وأعطى تعليماته للتكفل شخصيا بمصاريف جنازة الضحايا ومصاريف العلاجات والاستشفاء بالنسبة للمصابين. ريبورتاج يوسف الحميدي وعبد الرحيم البوحتيوي. إلى مطار مراكش المنارة تم نقل المصاب في حادثة الطريق السيار بأكادير هذا الصباح، ولأن حالته حرجة الحمد لله حنايا مقمنا باللازم لحد الآن. جلالة الملك وقف على الحالة الصحية للمصاب في قسم الحروق بالمستشفى، كما استفسر عن حالة باقي المصابين الموجودين تحت المراقبة الطبية، خطوة تشكل دعما نفسيا كبيرا لأسر المصابين، خاصة وأن جلالته تكفل شخصيا بمصاريف جنازة الضحايا وكذا مصاريف العلاجات والاستشفاء بالنسبة إلى المصابين. جابوا سيدنا لهنا وتكلف بالمصاريف ديالو وتكلف بالوطيل ديالنا تحت. الحادثة خلفت 10 قتلى و22 جريحا، ووقعت في الساعات الأولى من صباح يومه السبت نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة. زيارة جلالة الملك اليوم إلى محمد أخصاي وتكفله الشخصي بالمصابين والموتى دليل على الحرص الملكي مع أبناء شعبه في كل الأحوال. وإضافة إلى الجرحى جراء هذا الحادث الأليم وعددهم 22 10 أشخاص آخرين